السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ فيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون من سلسلة عائلة سامسونج A34 او سامسونج جالاكسي A34. التليفون ده نازل بسعر منافس جدا في السوق المصري في الفئة المتوسطة، نازل في حدود 12,000 جنيه. هل يا ترى الامكانيات بتاعته تستحق فعلا ان انت تدفع فيه المبلغ ده ولا لا؟ ده اللي المفروض نعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. بمجرد بقى ما بتشتري التليفون وبتمسك العلبة في ايديك، دي ارخم حاجه بصراحه ما بحبهاش في شركه سامسونج، ان هي بتديك التليفون، خد يا باشا التليفون اهو، اشتري انت بقى الحاجات بتاعته كلها. فبتديك التليفون على الابيض من غير اي حاجه ليه، هو يا دوب كابل الشحن بتاعه اللي موجود في العلبه بس، والدبوس المعدني، خلاص شكرا على كده. فانت تزود على ثمنه 1000 جنيه تقريبا عشان ايه؟ تعرف تشهيص التليفون بتاعك. بالنسبه بقى لتصميم التليفون، بصراحه التليفون تصميمه حلو جدا، تحس ان هو متاخد من تليفون سامسونج جالاكسي S23. تصميمه بصراحه عاجبني قوي، وكمان في ميزه فيه ان هو خامات التصنيع بتاعته تحسها ان هي بريميوم شويه، بس هي من البلاستيك مش من الازاز، وده حلو لان معظم التليفونات الازاز تحس ان السخونه بتاعتها بتتركز في ظهر التليفون، اما البلاستيك بيوزع الحراره على التليفون كله، فتحس ان التليفون ما بيسخنش او ما بتبقاش متمركزه في مكان واحد. وكمان حاجه تانية، ده بيخفف من وزن التليفون ده وزنه 189 جرام. تليفون خفيف جدا في استخدامك اليومي، وانت بتستخدمه مش هيضايقك طول ما انت ماسك التليفون. نخش بقى على الشاشه، ودي بصراحه حاجه مش محتاجين ان احنا نقعد نشرح فيها، بالذات في تليفونات سامسونج. هي الشاشه شويه شكلها قديم بسبب النوتش اللي موجوده، النوتش القديم اللي اتلغى خلاص من القرن العشرين ده، بس امكانيات الشاشه بصراحه حلوه جدا، لان الشاشه جايه من نوع سوبر اموليد بحجم 6.6 بوصة، وبجودة فول اتش دي بلس، وبتردد 120 هرتز. وكمان السطوع بتاع الشاشة دي تحت الشمس ممتاز جدا، بيوصل ل 1000 نتس. وطبعا الحاجة اللي مش لطيفة ان هم مش حاطين سكرينة في الشاشة، فهتضطر ان انت تجيب سكرين عشان تحافظ على الشاشة بتاعتك. بالمناسبة كمان الشاشة محمية بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. بص، الشاشة ممتازة جدا، مش هقول ولا كلمة عليها غير النوتش السيلفي بس، ده حاجة الوحيدة اللي وحشة في الشاشة دي. وعشان بقى يدوك حلاوة بقى كده ايه، مشاهدة ممتعة، حاطين لك سماعات استيريو، سماعة تحت جنب جاك، الجاك اللي هو بتاع الجاك يا ابني، اللي هو الجاك بتاع الشحن، فحاطين لك سماعه جنب جاك الشحن، والسماعه الثانيه موجوده مكان سماعه المكالمات، فهتديك تجربه مشاهده ممتعه جدا بصراحه. نيجي بقى الحاجه الثانيه اللي موجوده في الشاشه، وهي بصمه التليفون ده. البصمه بتاعته مدمجه في الشاشه وبتشتغل حلو جدا، بس تقيله حبتين، يعني مش تاخد معاك ثانيه ولا حاجه على ما تفتح، بس ما فيهاش اي مشكله وشغاله حلوه جدا. نيجي بقى للمعالج بتاع التليفون ده جاي بمعالج من نوع ميديا تك، وهو دايمنستي 1080، ده بتكنولوجيا 6 نانومتر. المعالج ده بيدعم ال 5G، وكمان ممتاز جدا في الالعاب. لو قلنا مثلا على لعبه ببجي هيوصل معاك لحد اكستريم فريم ريت، والسخونيه بتاعته معقوله، مش بيسخن قوي وانت بتلعب طول الوقت. طب لو قارنا التليفون ده بتليفون سامسونج جالاكسي A54، لا، التليفون ده المعالج بتاعه يكسب طبعا، لان المطورين اهتموا جدا ان يكون المعالج ده مخصص للالعاب، فهم اهتموا بالنقطه دي جدا واشتغلوا عليها في التليفون ده. بالنسبه بقى للبطاريه، في التليفون ده جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، حلوه جدا، تقضي معاك 7 8 9 ساعات مستريح. وكمان التليفون بيدعم شحن 25 واط، ف 25 واط هيشحن معاك التليفون في ساعه وربع، فحاجه مش لطيفه بصراحه. يعني احنا متعودين بقى دلوقتي على الشواحن السريعه بقى 50 واط 66 واط 76 واط، الحاجات دي. لسه سامسونج بتلعب في ال 15 وال 20 و 25 واط، ف بصي شويه يعني، وحطي ناس شواحن في التليفون عيب. نيجي بقى على النقطه المهمه اللي بتهم ناس كتير، وهي الكاميرات. التليفون ده جايب 3 كاميرات في الخلف. اول كاميرا معانا 48 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، ودي فيها مثبت بصري حقيقي، فيها OIS. تاني كاميرا معانا 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، دي بتصور لك الترا وايد. وتالت كاميرا معانا 5 ميجا بكسل عشان خاطر تديك عزل. وطبعا الكاميرا السيلفي 13 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2. بص، الكاميرات ادائها ممتاز جدا ومفيش فيها اي مشكله نهائي، بالذات الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاساسيه دي بتديك تصوير فيديو لحد 4K، بس لو عايز التثبيت الالكتروني يشتغل بيشتغل على 1080، ما بيشتغلش على 4K. بس التليفون هتاخد منه صوره ممتازه جدا، سواء في التصوير العادي او تصوير الفيديو. ده بالنسبه للكاميرات الاساسيه. اما بالنسبه للكاميرا
الكاميرا السيلفي محتاجه شويه اضاءه علشان تطلع احلى صوره منها، بس برضو مش هتلاقي فيها اي مشكله اثناء التصوير. وطبعا التليفون بيدعم مايك اضافي لعزل الضوضاء علشان يعزل لك الضوضاء من حواليك وانت بتصور الفيديو. نيجي بقى للحاجات المهمه اللي موجوده في التليفون او اللي المفروض تكون موجوده في التليفون. المستشعرات في التليفون ده موجوده وشغاله بكفاءه عاليه جدا ما عدا مستشعر المكالمات. مستشعر التقارب موجود سوفت وير بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، وطبعا هو في التليفون ده غباء اصطناعي مش ذكاء، لان هو ما بيشتغلش بصوره حلوه جدا، بيهنج حبه حلوين وانت شغال بيه. بالنسبه للشبكات ممتازه جدا في التليفون ده ومفيش فيها اي مشكله، وكمان التليفون بيدعم ال NFC. سعر التليفون ده بقى للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام عامل 12000 جنيه. كده انا وصلت لاخر الفيديو، بس في حاجه اخيره عايز اقولها لك انت اللي كملت معايا لحد اخر اللحظه دي. لو انت معاك تليفون سامسونج او هتشتري تليفون سامسونج فانت مبروك عليك الجيف اواي دي سامسونج جير فيت، ودي انا ما اعلنتش عنها بره الفيديو او ما اعلنتش عنها في خلال الفيديو علشان خاطر اشوف الناس اللي هتوصل لاخر الفيديو واستهدف الناس دي ان هم اللي يكسبوا الجيف اواي دي. فعشان اعرف ان انتوا اللي وصلتوا معايا لحد اخر النقطه دي سيب كومنت تحت واكتب مثلا يعني اخر دقيقه، هتكتب كومنت تكتب فيه اخر دقيقه، هعرف ان انت وصلت معايا لاخر الفيديو. وبعد العيد ان شاء الله هختار فايز واحد منكم يفوز بالساعه دي واوصلها له لحد البيت. بس ملحوظه ان الساعه دي ما بتشتغلش على اي تليفون غير سامسونج، يعني لو انت تليفونك مش سامسونج فهي مش هتشتغل على تليفونك. بس كده اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.